احمد بدر رئيس مجلس طبعاً. اداره نادي طبعاً. انبي. يا باشمهندس مساء الانوار. مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ والف مبروك يا الله باشمهندس. يخليك الله يخليك. يعني كنا شايفينك قاعد في المقصوره في البدايات مشدود، هل احساسك بالشوط الاول اختلف عنه في الشوط الثاني؟ طبعا طبعا طبعا. الشوط الاول كان الزمالك اداؤه مميز جدا وكان عندنا شويه كده تقريبا خضه يعني رهبه. كان في رهبه من الماتش والجماهير، انما الحمد لله يعني الحمد لله كله من عند ربنا الحمد لله. حضرتك خرجت من الملعب خلاص؟ خرجت. الانصراف طبيعي وجميل خارج الملعب؟ لا احنا خرجنا الحمد لله قبل ما الماتش يعني يبتدي يخلص بدقيقه كده. اوكي. لا لو هو هناك كل الامور طبيعيه الحمد لله. الحمد لله. كان معانا محمد شعبان يا باشمهندس على الهوا دلوقتي، قال ان هو واخدين وعد اذا حد جاله عرض جيد ان النادي لا يمانع، هل دي حقيقه؟ لا انا ما اعرفش، انا الحقيقه الممانعه وعدم الممانعه هتيجي من المدير الفني. يعني انا طبعا في نظره، مش احنا اللي هنقول الكلام ده، المدير الفني متهيألي ان عنده فرقه احنا بنكون فيها كمان بنقويها. ما اعتقدش ان احنا هنفرط في كيان الفريق ابدا يعني. بس خلاص يبقى الاجابه كده واضحه، الاجابه كده واضحه يعني. يعني خلينا نقول لك مليون مبروك وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. بنبارك لك يا باشمهندس ألف محمد. مبروك. الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن عبد. الف مبروك. شكرا. الف مبروك. كابتن ابراهيم معاك المعلم ابن المعلم صالح جمعه. صالح